السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديال قناة مريم لالا العروسة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحة والعافية والهنا وراحة البال يا ربي. جمعة مباركة عليكم كاملين. تنتمنى ان شاء الله تدخل عليكم ان شاء الله هذه الجمعة بالصحيحة والسلامة والرزيق وجميع المتمنيات. اول حاجة في هذا الفيديو هذه تنشكر جميع المتتبعين ديال القلاليش بصفه عامه. جمال المتتبعين، جمال ديال كمال ديال البروفيسور، الناس اللي لباو الطلب ديال خويا جمال وديال خويا كمال واشتركوا في القناه ديالي. تنشكركم بزاف. الله يحفظكم وينجيكم، وتنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. والله القسم الا فرحتوني بزاف من لقيت الاشتراكات تبارك الله تزادوا في القناه. شوفوا، انا واحد الانسانه اللي قنوعه، ماشي واحد الانسانه اللي يعني خصني ما عرفت شحال باش عاد نفرح. واحد العدد وفرحني بزاف داك العدد ديال الناس. علاش؟ حيت لمستي في داك المتتبع واحد الصدق يعني. كنت تدعمت قبل من ما يدعمني جمال وهذا الشيء، ولكن ملي تندخل الاستوديو ديال اليوتيوب ما تلقاش باللي عندي الاشتراكات بزاف. يعني بزاف ديال الناس تيقول لك راه حنا دخلنا واشتركنا، ولكن ملي تندخل انا للاستوديو ما تلقاش الناس. دابا ولله الحمد والله القسم الا زعما تبارك الله الحمد لله. تنحييكم من هذا الفيديو هذا القلاليش والمتتبعين ديالهم كاملين، ومرحبا بكم كاملين في القناه ديالي. والله الا فرحتوني بزاف. اليوم جيت نهضر في هذا الفيديو هذا ونقدم واحد التوضيحات. غادي نعطي شي توضيحات اللي بزاف ديال الناس وصلوني شي رسائل باللي بزاف ديال الناس ما فهموش الموضوع. المهم غادي نبداو ببنت باب الله. بنت باب الله اللي غير ما زايده فيه وغير ما زايده في العناوين الكاذبه والفيديوهات ديال هبل تربح واستحمار المتتبع، وكانها ما كايناش في هذا العالم. ما مسوقاش لذاك البنت اللي تنقدم لها التهاني ديالي اليسرى. الله يكمل عليك بالخير والله يفرحك والله يفدي لك كل ما ضاع. زعما بصراحه هذيك البنت ما عاشتش الطفوله ديالها نهائيا. راكم شفتوا المشاكل اللي داز عليها والعذاب اللي تعذبت من طرف هذيك الام، داك الام المريضه، داك العذاب اللي عذبتها. زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولكن ربي كبير وربي تيعوض كل انسان، وربي ما تينسى حتى شي واحد. ولكن للاسف الناموسه زايده في العميه ديالها وزايده في تحريض القنوات ضد بنتها. وغادي نهضروا على بانو حماره اللي ما عمرني هضرت عليها، وعمرني ما كان تيعجبني داك النقد والانتقاد ديالها. عمرو ما كان تيعجبني، ما كانش تيعجبني نهائيا. كما قلت لكم هاد بانو حماره اللي طالعه وتتقول لك باللي هاد الزواج اللي غادي تزوج يسرى هو فقط باش تغطي على زنا المحارم. زعما انا تنشوف بلي هذا راه ماشي انتقاد. عمر الانتقاد ما كان هكا، وعمر الانتقاد ما كان بهذه الطريقه. حنا ولينا تنشوفوا هاد القنوات دابا اللي دايره راسها قنوات ديال الانتقاد. ولينا الاغلبيه تنشوفوهم بحال شي حمام بلا قباب اولا بلا سطوله. كل من هب ودب ولا تيقول لك تيدير الانتقاد، وكل من هب ودب ولا تيعطي رايه في حياه الناس وفي خصوصيات الناس، تيدخل في خصوصيات الناس. من فوقاش كان اليوتيوب واحد العالم اللي حنا خصنا نحطو فيه الوثائق ديال حياتنا والوراق ولاكت ديال الزواج ديالنا والحاله المدنيه ديالنا. هاد الشيء زعما راه الا كان هاد الشيء في نظرك خصو يطبق، طبقيه انت على راسك. انتينا الاولى بانو حماره، انتينا الاولى خصك تطبقيه على راسك، وانتينا الاولى خصك تحطي لنا لاك الدمارياج ديالك. انتينا الاولى خاصك تحطي لنا الحاله المدنيه ديالك. شنو كنتي تديري في حياتك قبل ما تزوجي، وشنو الاسرار ديال حياتك، كي دوزتي طفولتك. هذا الشيء ما ملحقناش نعرفوه. حنا هذيك البنيته
شفناها في السوشيال ميديا، على طريق الام المفضوحه اللي فضحتها واللي شوهتها. كون ما شوهتهاش الام ديالها، عمر هذيك البنت ما كانت غادي تفضح، حيت الام ستر وغطاء على وليداتها. الام هي الصدر الحنين اللي تيمشيو الوليدات، سواء ولد ولا البنت. الولد ولا البنت الا بغى يعاود شي سر تيمشي عند الام، ولكن فاش تجي الام وتفضح داك الوليدات ما تتبقاش هذيك ام. وحاشا لله نقولوا لها ام. ناضت هاد الام وفضحت هاد البنيته وشوهتها، والبنت ربي سهل عليها وربي كرمها وبغات تزوج، والزواج سترة، واللي هرب من الزواج هرب للطاعه. خاصنا نفرحوا لها، خاصنا نشجعوها، خاصنا نوقفوا معاها، ماشي مازالين زايدين في الظلم ديالكم والطغيان ديالكم. ولكن للاسف 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 الام خاصها تكون حمايه لوليداتها. ولكن هذيك الام ما تستاهلش تكون ام. ماشي اي وحده ولدت تستاهل نعيطوا لها ام. شحال من وحده تتولد وتترمي وليداتها، شحال من وحده تتولد وتتسمح في وليداتها، ولكن الام الحقيقيه هي اللي تتربي، هي اللي تضم الوليدات، هي اللي تستر على داك الوليدات، وهي اللي تتوصلهم تخليهم يمشيو في الطريق الصحيح. كما شفنا لبنى فرحانه من كل قلبها وباغيه الستر لهاد البنت. وتحياتنا للبنى من هذا الفيديو. سالينا هذا الموضوع هذا. غندوز النقطه اللي شاروا لها الناس وقال لك باللي واش جمال هو اللي قال لي نوض نهضر على الفاسي. انا اول حاجه غادي نقولها لكم كمتتبعين وكتوضيح، غنوضح لكم زعما واش جمال ولا كمال ولا البروفيسور، يعني واحد في القلاليش. المهم انا هادوك الناس تنتبعهم، عزاز عليا، تنحترمهم. الحسنيه، جمال، كمال، بروفيسور، حافظ وميلود، يعني داك الناس ما عنديش معاهم شي تواصل نهائيا، ما تنتواصلش نهائيا معاهم في البريفي. تنتواصلوا في لي كومونتير بحالي بحال اي متتبع مع هادوك الناس. انا داك الشيء اللي شفت دار معاهم هاد الفاسي، وداك المعامله اللي تعامل، وداك الاسرار اللي خرج تيفشي وتيعاودها للناس على الاصدقاء ديالو. يعني خرجت هضرت عطيت واحد الكلمه د الحق ما قدرتش نسترها. يعني انا عارفه هذاك السيد انه تيقلب وجهه على ود الفلوس، على ود الادسنس. صافي لا بانت المعنى لا فائده من التكرار. واحد الانسان اللي قاتلو الطمع اشنو غادي دير معاه؟ صافي باع صحابو، قادر يبيع اي واحد. هذاك السيد قادر يبيع اي واحد. باع صحابو، ما مسوقش، تيشوف المصلحه ديالو، صافي. ومازال تيتمادى وتيقولك باللي هو عنده في التليفون ديالو شي اسرار الا نزلها خطيره. يعني هاد السيد مازال ما عرفتش تيضلل المتتبع، تيخلي المتتبع يعيش في الوهم، اولا كما تنقولوا تيبيع الوهم. هي حتى شي حاجه من داك الكلام ديالو اللي تيقول ما صحيح. الناس اللي متبعينهم شحال هادي زعما ما فهمتش كيفاش ما قدرتوش تعيقوا ان الانسان دائما عنده واحد الوساويس، واحد الاوهام دائما تيحكيها للمتتبع، دائما عايش في الوسواس، دائما هنا وكلوني، هنا دايرين عليا مؤامرات، هنا الناس تتامر عليا في الخاص، هنا الناس هنا كذا هنا كذا. يعني داك الشيء ولفناه، حفظناه، عرفنا هذاك السيد باللي هذيك هي الطريقه ديالو باش يطلع الفيديوهات ديالو. صافي هو عارف المتتبع اللي تيتبعو كيفاش داير، تيضحك عليه كيف ما بغى، تيضحك على المتتبع ديالو كيف ما بغى، تيبيع الوهم للمتتبع ديالو وتيشريوه، تيشريو الوهم للمتتبعين ديالو، تيشريوه بالفلوس. يعني السيد قادر يضرب في اي واحد. من بعد ما شفناه انه خرج كيضرب في صعصاع واحد المده وهو تيحارب صعصاع، وفي الاخير رجع صعصاع يعني الحبيب والصديق والاخ
زعما راه هادشي يندى له الجبين، قسما بالله الا هادشي حشومه وعيب وعار ان الانسان تيتباع رخيص حتى لهاد الدرجه. هادشي اللي كاين، هذا هو التوضيح اللي بغيت نوضح، باللي انا هدرت على واحد الحق انا شايفاه وخصني نخرج نقول داك الكلمه ديال الحق. ما محرشني حتى شي واحد، ما هضر معايا حتى شي واحد. ضرني الحال على جمال بزاف. ما بغيتش هاد التضليل اللي كما قلت لكم تينوض ويدير فيديوهات الفاسي وتيضلل الناس وتيبين باللي بصح جمال مدان. وكما تنقولوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهذاك السيد تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش ينصروا، وباين ولد الناس وباين انسان طيب وتعرض للظلم بزاف ومعرض للمؤامرات، بصح معرض للمؤامرات بزاف، ولكن ان ينصركم الله فلا غالب لكم. الا كان معه الله فما عنده ما يدير بنادم اللي غادي يخرج يدافع عليك اليوم وغدا غيطلع يعايرك ويقول لك انا كنت تندافع عليك، انا كنت تندافع عليك على مراتك، انا كنت تندير. يعني شنو غتسنى من هذا الانسان اللي هو كان داير فيديوهات واكل منهم وشارب؟ يعني هو براسو مستافد. هذاك الدفاع انت راك كنتي براسك مستافد منه، وفي التالي تجي وتقول باللي انا كنت تندافع وتندير. يعني بحال اللي تتمن اي حاجه درتيها تولي تمن بها. شنو غتنتظر من هذا الانسان بحال هكا؟ المهم خوتي، خلاصه الكلام، جمعه مباركه عليكم كاملين. الله يحفظكم وينجيكم، وتنشكركم بزاف المتتبعين د القناه ليش فرحتوني. ان شاء الله نتلاقاو في الليل في شي لايف نهضروا وندردشوا شي شويه. تنبغيكم بزاف، واللي شاف هذا الفيديو ما تنساوش لي كومونتير الزويونه بحالكم. اللي ما مشتركش في القناه مرحبا به والف مرحبا، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وما تنساوش الجيمات والبارطاج فضلا وليس امرا. بغيت نشوف انا القناه ديالي طالعه من ضمن القنوات اللي في اليوتيوب تبارك الله معروفه، وتنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. تنبغيكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بيزو لكم، مع السلامه.